احلى طريقه ليمون مخلل. ازيكم الاول يا جماعه، عاملين ايه؟ نزلت سوق النهارده، رحت جبت الليمون. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. الليمونه قد ايه؟ ما شاء الله، اللهم بارك. اكبر ليمونه ممكن تشوفوها في حياتكم. يلا بينا نبدا. جبت ميه ورحت غسل الليمون كويس، بدات احطها فيها لانه لازم الليمون يا دوب ياخد غلوه الاول. طبعا اسوأ حاجه حصلت يا جماعه النهارده ان فهيمه طبت عليا وانا بعمل الليمون. وبعدين رحت مولعه عليه وهغطي الحله دلوقتي. بس طبعا لازم يا جماعة نغسل الليمون الأول كويس جدا، لأن احنا بعد كده بنحتاج مية الليمون. طبعا فهيمة دخلت تكمل اهو. وبعد كده جاتك القرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ دخلت كالعادة بشوفوا البيت جايبة الليمون فيه بايظ موكوسة. فيه 3 ليمونات بايظين. قلت لها بقول لك ايه، اني هعمل الليمون ده بطريقه امي. دخلت غسلت الليمون ورحت ايه، وبصوا لقيت واحده كمان. دي موكوسه، اني ما عارفاش احمد جوزها سايبها معاه ليه، ما يكروشها من البيت. قلت لها يا بنت انت تعملي حله وانا هعمل حله ونتجمع في الاخر بعد ما نسلق الليمون. ادي 4 ليمونات اهم بايظين. حطيت ميه، غطيت الليمون ميه. ولقيت كيلو ليمون كمان عندها في التلاجة. قلت لها والله يلا خليهولك هو كمان. يخرب بيتك يا فهيمة، زهقتيني في عيشتي وخنقتيني. مش عارفة يا رب اوديها فين. يلا يا جماعة معلش يعني استحملوها. دلوقتي يا جماعة الليمون خلاص اهو، هو يا دوب ياخد غلوة بالظبط كده وتطفي عليه. ما تسيبوش اكتر من كده. هطلعه بقى من المية، اللي زي ما قلت لكم في الاول انا بسيب المية بتاعه الليمون لان انا بحتاجها في الاخر خالص. وبرضه هوريكم كل حاجة بالخطوات. جبت المصفى وما شاء الله اللهم بارك، الليمون طلع جميل جدا ولونه حلو جدا. طلعته طبعا، ودي بقى الحله التانية لسه بقى. ده يا جماعه بعد ما سلقته كله في الاخر بسيبه يبرد زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه. وبعدين طبعا فهيمه بقى كانت شبطانه هتموت وتعمل هي الخلطه، قلت لها لا طبعا الا دي. ده يا جماعه العصفر وحبه البركه للناس اللي لسه ما تعرفهمش، يعني في بنات لسه بتبقى برضو ايه مبتدئه. وجبت الجزر والملح. هما 4 حاجات بالظبط كده، ما بتحتاجيش حاجه اكتر من كده. وطبعا برضو جايبه جنبي حله فيها ميه سليق الليمون. ورحت جايبه الجزر بشرته وفضلت بقى اجهز في الحاجه، ومجهزه جنبي كل حاجه. ورحت دلقه عليه العصفر، وهفضي برضو عليه حبه البركه، وهحط له الملح في الاخر. طبعا الكميه يا جماعه ممكن تبقى اقل ممكن تبقى اكتر. رحت ضايفه له الملح وفضلت اقلب فيه زي ما انتم شايفين كده. لازم تقلبوه كويس جدا. اهي في الاخر اني بقى في الاخر اللي ادعكت في الليمون، وادتني البت السهنه دي اللي تتشك في معامعها، ادتني الليمون اني ايه اقطعه بالسكينه. اني باين كنت هاكله ولا ايه. ورحت بقى يعني ايه، قلت افضيه كله في صحن كده عشان ايه ما اخلطش الليمونه اللي هتتفتح من الليمونه المقفوله. وفضلت بقى الله يخرب بيتك يا فاطم. صوابعي كانت يعني مولعه كده، مولع اني صوابعي متعور. وفضلت اقطعهم لا 4 ارباع كده اهو. وبعدين لقيتها جايبه لي البرطمانات جنبي اهو، وحله فيها ميه سليق الليمون. دي طريقة امي وامها. وجايبه لي برطمانات كبيره. ايه يا بنت انت عبيطه يا بنت؟ لا قمت شايلاهم. قلت لها لا يا بنت انت عبيطه ايه، ما ينفعش البرطمانات الكبيره دي. خليت البرطمانات الصغيره ورحت حاطه ملح كده اهو في الميه بتاعت الليمون. وبقى قمت بقى ايه وجايبه لي معلقه اسم الله عليها قصات تقرف. قلت لها ما فيش احسن من الايد النبي عربي يا اختي. وفضلت اخد من الخلطة اللي هي يعني اتشمللت وعملتها اللي يعني ما يعني. بس الطريقة دي يا جماعة حلوة قوي، جربوها والله هتدعولي. وبعد بقى يعني ما خلصت البرطمانات اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. متنسوش يعني تضغطوا لنا اللايك الحلو واضغطوا اللايك واكتبوا لنا بنحبك يا فهيمة. ويعني عايزين نكبر بيكم، انتوا يعني احسن ناس. ولو تمت المشاهدة كلها يعني احنا اتشرفنا بيكم. ما تنسوش اللايك يا حبايبي.